السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء أعزائي مشاهدي قنوات عاصمة الربيع من هنا ملتقى مثقفي حفر الباطن الثالث، ويسعدنا في هذه اللحظات أن يكون معنا اسم لم تثنيه همته في دعم أبناء هذه المحافظة، ولم يثنيه همته أيضا في أن يكون لسانه حال المجتمع دائما. معنا في هذه اللحظات الأستاذ الكاتب في صحيفة اليوم الأستاذ الشاشة ضبعان. حياك الله أستاذ الشاشة. أهلا وسهلا، حياك الله. أستاذ الشاشة، سعدنا بتواجدك معنا في ملتقى مثقفي حفر الباطن الثالث في هذا المساء. حقيقة أثريت كما كعادتك أستاذ الشاشة. لي الشرف والحقيقة الثراء بتواجدي مع هذه الكوكبة من أبناء المحافظة الذين أثق أنهم ليسوا الوحيدين بالمحافظة، لكنهم هم أصحاب مبادرة وبادروا للالتقاء، ولقائهم هو فرصة لغيرهم أن يلتقي ويقدم مبادرات من أجل هذه المحافظة التي نتشرف جميعا أن ننتمي إليها. نعم، الشاشة ضبعان اسم دائما كان متواجد في دعم أبناء هذه المحافظة، وليس بمستغرب حقيقة عليك، لكن في الفترة الأخيرة فقدنا الشاشة ضبعان كثيرا. يمكن زيادة الانشغال، قضية الكتابة اليومية الآن هم، وأنا طالب دكتوراه وخارج المحافظة دراستي، لكن أنا أثق أن محافظة حفر الباطن لا تعتمد على أسماء ولا على أشخاص، وهي غنية بأبنائها الذين يدعمون بعضهم يوجهون بعضهم. أنا جزء من يتشرف أن يكون من أهل هذه المحافظة، ولكن هذه المحافظة منذ تأسيسها غنية بالرجال الذين بنوا وقدموا أكثر مما قد يكون قدم شاشة ضبعان أو غيره، ولذلك نتمنى أن تسير السفينة بسواعد الرجال بالعمل المؤسسي وليس الفردي، بأن نكون يعني كل متكامل، تتكامل عقولنا، أفكارنا، دعمنا من أجل خدمة هذه المحافظة التي خدمتها خدمة للمملكة العربية السعودية، خصوصا حفر الباطن مليئة مثل ما قلت بالعقليات. أيضا حفر الباطن واجهة للمملكة العربية السعودية، هي الآن ملتقى دول، هي ممر الدول، وكل من ينظر لأي نهضة في حفر الباطن هو ينظر للنهضة في المملكة العربية السعودية. حفر الباطن ممثل صادق ومشرف للنهضة الموجودة في المملكة العربية السعودية، لذلك يجب أن تتكامل الجهود وأن تتقدم، وكل جهد يقدم من أجل حفر الباطن هو جهد من أجل هذه البلد التي نتشرف بالانتماء إليه. نعم، الشاشة طبعا كان في بداية أمري كانت في بداية مشواره الإعلامي كان كاتب زاوية أسبوعية، في الفترة الأخيرة رأيناه كاتب يومي. كيف حصلت هذه النقلة؟ ونسأل الله أن يزيدك أكثر. أولا انتقال الكاتب من الكتابة الأسبوعية إلى الكتابة اليومية هذه ثقة من يعني مسؤوليه في الجريدة، أنه الدعم له بناء على نجاحه في الكتابة الأسبوعية، لأنه ما يتحول الكتابة اليومية إلا من يظن فيه أنه يملك ما يستطيع، لأنه الكتابة اليومية استنزاف للفكر، استنزاف للوقت. يعني لو الجريدة ما رأت بدعم القراء جهد وعمل، وأنا أقول الكاتب وحده، يعني بعض الناس الآن في سؤال دائما يطرح، من وين تجيبون أفكار؟ فأقول أحد جوانب يعني استدرار الأفكار وتقديم الأفكار هم قراء الكاتب. الكاتب لما يرى قراء يثقون فيه، قراء يبثونه همومهم، قراء يبثونه احتياجاتهم، هذا دافع له أن يثق بنفسه، أن يطور قدراته، أن يكون هو خيارهم وهو صوتهم. في ناس مثل ما قلنا باللقاء قبل شوي، في ناس ما يملك، يعني عندهم هموم ودهم تصل، والمسؤول فتح يعني بابه للاستماع والسمع. وإحنا نشوف كثير من الوزارات تتواصل مع الكتاب، كثير من المشاكل حلت من خلال مقال. فلذلك يعني في ناس كثير نظر خصوصا مثلا عندنا بالمحافظة هنا في ناس يريدون إيصال أصواتهم. هذا دور المتعلمين، هذا دور الكتاب. وأنا أقول مو بس هنا، دور الكاتب في المملكة العربية السعودية أنه صوت من لا صوت له. كثير من الناس ما لهم صوت، فأنت هذا دورك، هذه مسؤوليتك، رضا لربك، خدمة لوطنك، تحقيقا لنجاحك. شاشة طبعا أكرر الاسم، حقيقة أستمتع بتكرار هذا الاسم، لكن الشاشة طبعا منطقة محافظة حفر الباطن، ألم يخشى يوم من الأيام أن يظلم كما هي مظلومة محافظة حفر الباطن إعلاميا من خلال متابعينه؟ أنا قلت قبل شوية الضرب على وتر المظلوم هي يعيق الناجح ولا يقدمه. أنت بالأخير تثبت نجاحك. حفر الباطن يمكن أنا أقول أنا مثلا، يعني هذا مو صحيح، لكن جدلا أقول أنا مظلوم، لكن يوم أرى أن في ناس من حفر الباطن نجحوا، ما الذي يمنعني أن أكون مثل هؤلاء؟ فأنا أقول بإصرار الرجل لكن الحق يقال أن
مثل ما سميتها وأقولها دائما أن أطراف المملكة العربية السعودية يعانون ما لا يعانيه غيرهم بعيدين عن كل شيء. يعني الحين ما في أي مؤسسة صحفية المناطق الشمالية والجنوبية، الجنوبية الآن الوطن، لكن الشمالية ما فيها أي شيء. فلذلك يعاني المتوجه للإعلام من هذه المشكلة. هذا يحتاج منه أنه ما يجلس يبكي، يحتاج منه أنه يبني جهد ويضاعف جهده ويتقدم يعني يستفيد من الناس الذين وصلوا حتى يصل مثل ما وصلوا. أرجع الموضوع شلاشة طبعا عجبني الاسم لأن الاسم مميز طبعا بكل تأكيد. الاسم مو شرط أنه تميز ما يقدم شلاشة طبعا حقيقة للمجتمع وللشباب القادم يكون خير دليل لهذا التميز حقيقة. تسلم. وأنا أقول لك الكاتب مهما قدم لمن شرفوه يعني بالقراءة له، لا يعني هذا جزء من فضلهم علينا. حنا يعني لولا قراءة القراء، لولا الله ثم القراء يعطونك الأفكار، يدعمونك فيها. الحين المقال يعني تجد عليه لا يقل الحمد لله عن مقالاتي من الأكثر قراءة ومن الأكثر تعليقا. منهم من يعلقون عليك، هذول أخذوا من وقتهم جزء يعلقون عليك يدعمونك، ما يريدون من وراي مصلحة، لكن رأوا أني أنا صوت، رأوا أني خدمة للوطن، فوطنيتهم وحبهم للخير جعلهم يدعمون. لذلك هذول فضلهم علينا كبير، مهما قدمنا ما ننسى يعني فضلهم ولا نساوي اللي قدموه لنا. نعم، الأستاذ شلاشة طبعا الكاتب في صحيفة اليوم، مستمتعين جدا بالحديث معك لكن لا نريد الإطالة أكثر، نتمنى أن يكون هناك لقاء أوسع وأكبر بإذن الله. إن شاء الله. وأنا أكرر شكري للإخوان اللي قاموا بالملتقى، وأشكرك أستاذنا وأشكر الأستاذ مصور، وأنا أقول جهد هذا مميز. وكما أشكر السباقة عاصمة الربيع، وهي أنا أحد عناصر مفضلتي أني أتابع وش يطرح، لأن هذا الشأن الحفراوي اللي أنا أعايشه. وأنا أقول مثل ما قلت بالأول، الإخوان ليسوا الوحيدون في الساحة وليسوا الوحيدين في الساحة، لكنهم هم قدموا مبادرة لن يمنعوا غيرهم. ولما يسمى ملتقى مثقف في حفر الباطن، غيرهم يستطيع أن يعني يستمر كمثقف أو يدخل في جانب حفر الباطن. الميدان يتسع لكل الجهود. والجهود يعني ل 400,000 نسمة مقصرة الحقيقة، يعني محافظات أقل منا عددا قدمتها أكثر. لذلك أنا أقول هذا الأخوان علقوا الجرس وبادروا، وهذه دعوة لنا البقية أن نبادر وأن نتقدم وأن نساهم معهم أو نقوم بأنشطة تخدم حفر الباطن. وألف شكر. وشكر موصول لكم أيضا أنتم أعزائي مشاهدي قنوات عاصمة الربيع. انتظرونا بإذن الله في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.